صباح الخير او مساء الخير على حسب وقت ما بتشوفوني. النهارده هنعمل صينيه رقاق بطريقه مختلفه وشكل جديد في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين كده، مش بنفس الطريقه بتاعت كل مره، لا النهارده بطريقه كده مبتكره وجديده، وتحس كده ان في ميكس طعم ما بين البيتزا، لا الرقاق، الجلاش، فطير شرقي، طعمها في منتهى الجمال. يلا بينا نشوف عملناها ازاي، ومكونات سهله وبسيطه، وزي ما انتم شايفين كده الحشو اللي يعجبنا. بصوا بقى خطيرة ازاي، شكلها رهيب بعد ما استوت. اول حاجة احنا عصجنا اللحمة، وعارفين كلنا بنعصج اللحمة ازاي، وعصقت الفراخ زي ما انتم شايفين كده. وابتديت بقى ان انا اجيب الصينية وهدهنها سمنة، وهنشوف هنعملها ازاي. هنحط الصينية اللي انا هعمل فيها سمنة كويس جدا زي ما انتم شايفين كده من جميع الجهات. وسبت طبعا اللحمة تبرد، هي اللحمة المعصجة تبرد هي والفراخ، قطع فراخ بسيطة كده مع البصل وتعصقت زيها زي اللحمة. بعد كده جبت الشوربه بتاعتي، اللي عنده شوربه من اللحمه مفيش مشاكل نطعمها بشويه فلفل اسمر، واللي ما عندوش هنجيب مكعبين مرق مع الميه ونسخنه كويس جدا، وبعد كده نحط معلقتين سمنه. طبعا الشوربه هنا فيها فلفل اسمر ومكعب مرق ومعلقتين 3 سمنه. ابتديت ان انا بقى زي ما انتم شايفين كده انزل بالرق بتاعي على الشوربه واحده واحده كده زي ما انتم شايفين، وابتديت ان انا ارص، وبعد كده حطيت اللحمه المفرومه في النص. هنا بقى حطيت ميكس جبن زي الجبن اللي تعجبكم، والحشو برضو اللي يعجبكم. يعني انا ما بتقيدش بالحشو، اي حشو مفيش مشاكل. زي ما انتم شايفين كده حطيت بقيه الرقاق برضو في الشوربه، وبعد كده حطيته طبقات. بعد كده للصينيتين اللي انا عملتهم، عملت كوبايه لبن عليها بيضايه وشويه فلفل اسمر وملح. هي يعني كل صينيه حطيت عليها نص كوبايه لبن. هنا بقى وزعت البيض كويس جدا من فوق الوش زي ما انتم شايفين، وجبت فلفل الوان، فلفل رومي، مكعبات طماطم بصوا صغيره كده قطعتها صغيره، ميكس جبن زيتون اللي يعجبكم. يعني عايزين تحطوا من فوق الوش اللي يعجبكم. حطيت جبنه شيدر وحطيت جبنه رومي، ميكس جبن خطير. وبعد ما استوت دي كانت النتيجه. بصوا المنظر بقى كريسبي من فوق ومن جوه طريه وخطيره، وكان طعمها هايل. فكرة ما بنطيتش برضو بالحشو، ممكن نعمل ميكس جبن، ممكن نعمل لانشون، ممكن نعمل بسطرمة. اعملوا الحشو اللي يعجبكم. المهم لازم كوباية اللبن بالبضاية من فوق الوش، يعني الصينيتين عليهم كوباية لبن واحدة وبضاية واحدة. طب افرض انا ما عنديش بيض، خلاص ما فيش مشاكل، ممكن ان احنا هنحط معلقتين قشطه. طب افرض انا ما عنديش بيض، ممكن نحط معلقتين نص معلقه بيكنج باودر. طيب مثلا انا ما عنديش بيض، هنكتفي بمعلقه السمنه من فوق الوش. تمام كده. طب انا لو ما عنديش لبن، خلاص ممكن نعمل كوبايه شوربه للصينيتين. زي ما انتم شايفين كده بقول لكم البدائل، وان شاء الله تعجبكم. ولو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، ما تنسوش تفعلوا الجرس. بصوا بقى شكلها خطير، طعمها هايل. بصوا بقى منظرها في منتهى الجمال. بصوا بقى من فوق الوش والحشو مقرمشه من فوق، وفي نفس الوقت طريه، وطعمها خطير صراحه يا جماعه، ابتكار. بصوا بقى المنظر، بصوا طريه ازاي وخطيره. بصوا بقى مفيش حاجه لازقه وطلعت على طول. بصوا عشان دهنه السمنه اللي انا حطيتها من تحت، وفي نفس الوقت اول رقايه ما نبلهاش قوي. وان شاء الله تعجبكم، سهله.